دلوقتي انا فتحت المخطط وجبت مخطط الشركه. فكنت بسأل ان انا ازاي اعرف ان عدلة الاي سي في الصورة على المخطط نفس عدلة الاي سي في ايدي. لا، انت دلوقتي رايح تقيس فولتيات، مالكش دعوه بعدله الاي سي. ده عدله الاي سي دي لما تيجي تشيله عشان وتركبه. اقيس المسارات، عشان ابقى عارف المسار اللي انا بشتغل عليه هو نفس المسار اللي قدامي. لا، ما هو الموضوع مش كده. انت دلوقتي قدامك المخطط تمام. بتاع الذاكره. انت دلوقتي عايز تقيس الفولتيات اللي داخله لتشغيل الذاكره. فاحنا ايه، شغلنا الجهاز. تعالى بقى كبر الصورة دي. ممكن تدوس على العدسة اللي فوق دي فهي تكبر لك وتصغر لك. هو يفضل انك تجيب ماوس، يعني التعامل مع اللابتوب بالماوس باد في المخططات بيبقى مقرف شوية. المسار ده عليه كام فولت؟ 1 و2. 1 و2. شايف دي؟ اه. دي مقاومة صح؟ ايوه. المقاومة دي قيمتها 0 اوم، يعني هي حتة سلك. تمام. المفروض انها تعدي الواحد واتنين من المسار ده هنا يروح لهنا للنقطة صح؟ اللي بعدها. تمام. وبعد كده هنا في مقاومة 0 فولت 0 اوم اسف. تمام. فالمفروض انها تعدي من هنا لهنا. المسار اللي تحت. طيب بص، هو كاتب ايه هنا في المخطط؟ المسار ده فيه كام فولت؟ بي بي 1 في 8 اي او. طب هو هل من الطبيعي ان 1 و2 فولت يروحوا لمسار 1 و8 من 10 فولت؟ لا، غير صحيح. اكيد الواحد غير هو صحيح. اللي رايح. طيب هو ايه الاستفادة من الموضوع ده؟ لا، هو في هنا خط ملغي. الخط ده ملغي ليه؟ المقاومة مكتوب عليها نص طف. نص طف يعني مش موجودة، العنصر ده مش موجود. فالخط ده وقف، مش هيعرف يعدي للجنب التاني. الخط ده هو اللي شغال، هيمشي يروح كده وهيمشي يروح كده. فانا دلوقتي المسار ده يعتبر لاغي. انا عايز اقيس ال PP1V8IO. PP1V8IO رايح فين؟ رايح لمقاومة 0 اوم يعني قطعة سلك، رايح للمكثفات دي، رايح للذاكرة. فانا دلوقتي عايز اقيس 1 و8 على اي مكثف من المكثفات دي. فعايز اشوف المكثف ده مكانك فين على البوردة، فباخد الاسم ده واروح على اللاي اوت. يلا بص بقى، هعلمك حركة يعني مش في كل المخططات. في المخطط ده، في بعض المخططات مش في كله. لما تلاقيه منور ازرق كده، لو دوست عليه مرتين هيروح جاي على طول هو جايبهولك يقول لك مكانه فين. افحص لي 1.8 فولت على اي مكثف من المكثفين دول. طلع المكثفات، بص عليها تحت الميكروسكوب وافحص، شوف لي في 1.8 فولت على المكثفات دي ولا لا.